السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. في المصحف اللي في ايدك ده بتاع مين؟ تمام. بتحفظ القرآن كده يعني؟ كافر يعني. ايه هو اللي ما يحفظش القرآن يبقى كافر؟ لا مش لازم، أنا في صور بحب أقرأ. طيب أنا عاوز أسألكم كلكم سؤال. ليه القرآن نزل باللغة العربية؟ ليه اللغة العربية بالذات؟ ليه مش أي لغة أخرى يعني؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون. تعقلون. ايه المعنى اللي ممكن تستشف فيه من الآية؟ كانوا شعراء يعني كويسين خالص يعني متقدمين في الشعر. هي فكرة. وكان بيتحدث بالعربي كويس. يمكن عشان سيدنا محمد عربي اللي هو نزل عليه القرآن. القرآن نزل على سيدنا محمد، وسيدنا محمد نبي لكل العالم. بس هو عربي. هو عربي بس نزل للعالم كله. وكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه القرآن بلغة أخرى. في الواقع أننا عندما نقف أمام آية من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أنفسنا أمام حشد هائل من أقوال السابقين لنا في تفسير هذه الآية، ولكن أحيانا يقفز إلى الأذهان معنى جديد لم يسبق أن تعرض له أحد، وكثيرا ما نخشى أن يكون في هذا المعنى أو في هذا التفسير تطاول على آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا لست من رجال الدين ولست من المشايخ ولا أدعي ذلك، أنا مدرس عادي كما تعلمون عني، وحديثي هذا معكم لا أقصد منه إلا الخير، فهو غايتي وأظنه أنه غايتكم أيضا. وأنا رغم احترامي لكل ما ذكرتموه وكل ما ذكر في كتب التراث وكتب السلف عن تفسير هذه الآية، لكني أنا أستشعر عندما أسمع هذه الآية إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. عندما أسمع هذه الآية أستشعر وكأن الله يوبخ في هذه الآية العقلية العربية. مش عارف، أنا بحس كده. وهذه الآية بالنسبة لي دون تأويل كأنني أقف أمام مجموعة من البشر مختلفين في الأعمار وفي الثقافات، وطرح عليهم سؤال بسيط جدا: 5 س بتساوي 30، فما قيمة س؟ ونظر إليهم من طرح السؤال فوجدهم مستغربين هذا السؤال، فقال لهم مستنكرا هذا الاستغراب: أنا ما طرحت السؤال إلا بلغة الأطفال، يعني طرحت سؤال بلغة من عندهم اضمحلال في التفكير. ونحن لو نظرنا إلى القرآن نراه طرح قضية ليست بدعة، إنما هذا الطرح هو قائم وراسخ في أعماق البشر منذ الأزل، وهو أن لهذا الكون إله. والقرآن طرح هذه القضية بطرح قائم وبفكر قائم، وهو فكر الحنفية الإبراهيمية، وهذا الفكر هو أكثر الطروحات عقلانية وقبول. ومع ذلك أصحاب الأدمغة الخشبية قابلوا هذا الطرح وهذا الفكر بصدود ورفض غريب، ولا يختلف اليوم عن الأمس. فنحن اليوم أمام غزو ثقافي جديد براق ومغري مسموع ومرئي، إنه النت. وهذا أعطى فرصة لكل متكاسل وفاشل ومتراخي وكل مراهق أرعن وكل مدعي كذاب ينفس سمومه في هذه الأدمغة الخشبية. وكل جديد يأتي في هذا العالم يثبت بلا شك أننا بالفعل رؤوس بلا عقول. وللأسف الشديد أن العرب لم يمنحهم القدر إمكانيات مثل الإمكانيات التي هم يمتلكونها الآن، والتي كفيلة أن تجعل منهم أرقى الأمم. ولكن سبحان الله له في ذلك حكمة لا نعلمها نحن. وأنا حتى لا أطيل عليكم الحديث أرجو منكم أن تسمحوا لي في الحصص القادمة أن أتناول معكم قصة وصفها رب العزة أنها من أحسن القصص، وهي قصة سيدنا يوسف عليه السلام. وقد أظهر لكم في هذه القصة جوانب
قد تكون بالنسبة لكم قناديل تضيء لكم مشوار الحياة. حتى نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.